السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ ابراهيم، وزي كل اهل البيت الكبير. بحيي حضرتك وبحيي كل متابعينك. خطر على بالي كام سؤال كده يا استاذ ابراهيم، وقلت نستفاد بقى من خبرات حضرتك. وكنت عايز اسال حضرتك واقول لك ايه اكتر حاجة او اكتر غلطة بتشوفها في القنوات الجديدة؟ يعني اي حد عايز يعمل قناة جديدة مبتدئ يعني، ايه اكتر غلطة بتشوف المبتدئ ده بيعملها في قناته وبتكون سبب في فشل القناة من البداية؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوتيوبر محمد، قناة ويبقى الأثر الطيب مع محمد والهام. شرفتني، وإن شاء الله أقدر أجاوب على كل أسئلتك بمشيئة الرحمن. أول سؤال: أكبر غلطة بيعملها أصحاب القنوات المبتدئة واللي بتضيع عليهم شهور من الشغل هو عدم فهم سلوك المشاهد قبل ما يعملوا المحتوى. كل الناس بتركز على الكاميرا، على الإضاءة، على المونتاج، على انه يكون معاه موبايل عالي، على المايك. لكن القناة ما بتكبرش بالادوات. القناة بتكبر بانك تدي المشاهد اللي هو عايزه، مش اللي انت عايزه. فاكبر 5 اخطاء بيقعوا فيها انهم بيعملوا محتوى بدون دراسة. عدم التركيز على فكرة واحدة، يعني ممكن تلاقيه بيقدم في الفيديو الواحد ممكن بيقدم كذا حاجة. ما بيركزوش على فكرة واحدة. برضو صورة مصغرة وعنوان ضعاف طول الوقت. في المقدمة بتبقى طويلة قوي، ودي بتسبب ملل والمشاهد بيهرب. الخلاصة ان اكبر غلطة هو التفكير في الفيديو بدل من التفكير في المشاهد. اول ما تعكس المعادلة دي قناتك هتكبر. طب من وجهة نظر حضرتك ايه الفرق بين صانع المحتوى اللي بينجح بسرعة واللي بيقعد سنين ما بيوصلش؟ الفرق الحقيقي يا استاذ محمد ما بين صانع المحتوى اللي بينجح واللي بيقعد سنين بدون ما يتقدم وبدون ما بيحقق نجاحات، مش الموهبة ولا الجودة ولا حتى بعدد الفيديوهات. الفرق في 3 حاجات لو فهمتوهم او عرفها مقدم المحتوى هتتغير حياته على اليوتيوب. الفرق الاول: الناجح بيفكر في المشاهد، التاني بيفكر في نفسه. بيقدم فيديوهات كتير وهو متخيل ان الفيديوهات دي حلوة، او فيديوهات كتير بيقدمها من وجهة نظره، هو بيقدم الشيء اللي هو بيحبه مش اللي المشاهد عايزه. فبيفكر في نفسه مش في المشاهد. اما الناجح بيدرس جمهوره، بيدور جمهوره بيدور على ايه، بيقدم محتوى بقيمة حقيقية. بمعنى انه بيقدم محتوى مطلوب مش محتوى عشوائي. اليوتيوب يا استاذ محمد مش بيكافئ اللي بيتعب، لا، بيكافئ اللي بيفهم المشاهد. تاني حاجة ان الناجح بيجرب ويتطور، التاني بيكرر نفس الغلطة سنين. اللي ما بيطلعش لفوق بيعمل نفس الفيديو بنفس الاسلوب وبنفس الافكار وبيستنى نتيجة مختلفة. اما الناجح بيعمل 30 تجربة، بيشوف ايه الانسب لجمهوره، بيغير العنوان، بيطور في المقدمة، بيدرس الاحصائيات، بيحلل الاحصائيات قناته لحد ما بيوصل للوصفة اللي بتشتغل. السر يا استاذ محمد مش في اول فيديو، السر في الفيديو رقم 50 بعد ما بتتعلم. تالت حاجة ان الناجح مستمر بذكاء، اما التاني مستمر بس بدون خطة. في ناس كتير بتنزل فيديوهات كتير قوي والرغم عن كده القناة مش بتكبر. ليه؟ لان الاستمرارية لوحدها مش كفاية. الناجح عنده خطة واضحة، عنده اهداف، بيحسن باستمرار الصورة المصغرة والعنوان، عنده رسالة واضحة بيقدمها وبيبني عليها القناة بتاعته. اما التاني قاعد في مكانه بيشتغل كتير بس بدون اتجاه. الخلاصة ان الفرق ما بين اللي بينجح واللي ما بينجحش مش كمية الشغل، اتجاه الشغل. ثالث سؤال بقى يا استاذ ابراهيم، وانا شايف السؤال ده مهم جدا، لان في ناس كتير على اليوتيوب حاطه في دماغها ان الموضوع على اليوتيوب سهل كده ويعني بسيط. في البدايه كده بياخد الامور ببساطه. هو النجاح على اليوتيوب فعلا حظ، ولا هو يعني استراتيجيه وبتخطيط؟ طب لو هو حظ يا استاذ ابراهيم، ممكن اصنع الحظ بنفسي ده ازاي؟ باختصار: لا، النجاح على اليوتيوب مش حظ، لكن في عامل صغير اسمه الفرصة. والفرصة مش حظ، الفرصة بتتخلق لما بتشتغل صح. خليني اشرحها لك بشكل الواقع اللي صناع المحتوى الكبار نفسهم بيقولوه. واحد: ان الحظ ان فيديو واحد ينفجر فجأة، ودي ممكن تحصل لأي حد. بس يا ترى السؤال:
هيقدر يكرر النجاح؟ صانع محتوى ما عندوش اساس، عمل فيديو وضرب وبيرجع تاني للصفر. ليه؟ لانه اعتمد على لقطة حظ مش على استراتيجية. اتنين، ان النجاح الحقيقي بيساوي نظام قابل للتكرار، وده ملوش علاقة بالحظ. الناجح بيقدم محتوى، بيدرس جمهوره، بيظبط اول 10 ثواني، بيتعلم من اخطائه، ودي ملهاش علاقة بالحظ خالص، ده شغل عاقل. تالت حاجة، الحظ بيزور الناس الجاهزة بس. بمعنى ايه؟ لو انت عملت محتوى صح، وفي يوم فيديو صادف ترند او اتعرض لقاعدة كبيرة من الجمهور، الفيديو ده بينفجر. الانفجار ده نتيجة ان انت كنت جاهز، مش انك انت كنت محظوظ. الحظ مش بيزور اللي ماشي غلط، ولا اللي مش مستمر، ولا اللي بيجرب مرة ويقعد. اليوتيوب مش بيكافئ المحظوظ، بيكافئ المفيد. المنصة عندها هدف واحد، ان يقعد المشاهد اطول فترة ممكنة على الموقع. النجاح ان محتواك يحقق الهدف ده، وده مش حظ. الموضوع ده مش حظ. النجاح مش حظ يا جماعة، النجاح نتيجة فهمك للمشاهد، نتيجة الاستمرارية، التطوير، انك بتكرر وبتتعلم من اخطائك وبتجرب لحد ما بتوصل للتركيبة الصح. النجاح مش حظ. رابع بقى سؤال يا استاذ ابراهيم، وده موجه لحضرتك انت شخصيا. يعني لو رجع بيك الزمن لورا لاول فيديو نزلته على قناتك اول ما فتحتها، ايه اكتر حاجه كنت هتغيرها في اسلوبك او في المحتوى بتاعك؟ والله يا استاذ محمد انت فاجئتني بالسؤال ده وما يخطرليش على بالي يعني، لكن بدل انت سالته بامانه، لو رجع بيا الزمن لورا على اول فيديو قدمته ده يا استاذ محمد، بالنسبه لي ابن البكري، ابن الكبير، مش هغيره. لان لما انا عملت اول فيديو كان عن قناعه، وكنت مقتنع باللي بقدمه. وانا فاكر انه كنت دايما بحب الشباب وعايز احمسهم، وكان الموضوع برضو كان فيه صلة رحم والبر بالوالدين. فعمري ما كنت هغير المحتوى ده خالص، ولا هغير فيه حاجة خالص. انا مش ندمان على حاجة. انا عارف ان السؤال ما فيهوش ندم، انت بتقول لي لو رجعت ايه اللي ممكن تغير في اسلوبي او تطويري. لا، انا ما كنتش هغير حاجة، لان كنت مقدمها بقناعة، ومقدمها وانا مؤمن بيها، وكان ليا هدف في التقديم. ودي من الاخطاء اللي قلناها في الاول، قلنا ان ما فيش هدف. الناس اللي هم لسه فاتحين قنوات، سبب سقوطهم او سبب ان هم ما بيتقدموش بسرعه ان ما لهمش هدف واضح. لكن انا لما قدمت اول فيديو كان ليه هدف. خامس سؤال بقى يا استاذ ابراهيم، والسؤال ده مهم جدا جدا. ازاي يقدر اي صانع محتوى ان هو يعرف الجمهور المستهدف لقناته؟ وهل في ادوات او طرق معينه تساعد على كده؟ تحديد الجمهور مش صعب، لكنه برضه مش عشوائي. هو مزيج من تحليل فيديوهاتك، تحليل المنافسين، تحليل الاحصائيات، التجربه، والاستماع للجمهور نفسه. هو يعني ايه جمهور مستهدف؟ هو نوع المشاهد اللي بيحب محتواك وبيدور عليه، ده جمهورك. ده تقدر تعرفه انك لما تحلل فيديوهاتك، شوف اعلى نسبة مشاهدة لفيديو عندك وراجعه، وشوف يا ترى الفيديو ده سبب مشاهدات عالية عندي ليه. مدة الفيديو قد ايه، طريقتي في الكلام واسلوبي ايه المحتوى اللي انا قدمته خلى نسبة المشاهدة في الفيديو ده عالية. من هنا هتعرف جمهورك. حلل منافسينك، خش على القنوات اللي بتقدم نفس المحتوى بتاعك وشوف اعلى فيديو عندهم، هتعرف الجمهور المستهدف عند حضرتك وتقدر توصل له. سهلة. في رايك يا استاذ ابراهيم، ايه اهم سر من اسرار خوارزميه اليوتيوب اللي اغلب الناس مش بتفهمه؟ أهم سر في خوارزميات اليوتيوب اللي 90% من الناس مش فاهمينه، هو إن الخوارزمية مش بتحاول تساعدك، لا، الخوارزمية بتساعد المشاهد. وده اللي يهم الخوارزميات، ده يفهمك كل حاجة بطريقة مختلفة. السر الحقيقي إن اليوتيوب مش بيقترح الفيديو الأفضل، بيقترح الفيديو اللي المشاهد بيكمل فيه أطول وقت. مش مهم جودة الفيديو ولا الاحترافية ولا التصوير، المهم سؤال واحد بس: هل المشاهد كمل؟ ولو كمل على نفس القناة. اللي يهم يا جماعة خوارزميات اليوتيوب ان المشاهد يقعد اطول فترة ممكنة على الموقع. لو الفيديو بتاع حضرتك نجح انه يقعد المشاهد فترة طويلة، عشان كده بنقوله اهتموا باول 5 او 10 ثواني. لو الخوارزمية اكتشفت ان المشاهد ما بيقعدش اول او 15 ثواني على الفيديو، بيعرف ان الفيديو مش جذاب، فما بيقترحش الفيديو على المنصة. لازم تبقوا عارفين ده، الخوارزميات بتخدم المشاهد وبتقترح الفيديو اللي المشاهد عايزه،
مش اللي حضرتك بتحبه. هو السر الحقيقي في الخوارزمية انك تعمل فيديو يقدم محتوى يجذب الناس، يقعد الناس اطول فترة ممكنة، وده اللي يهمه. لان هو مكسب اليوتيوب منين؟ مني. المشاهدات لما بتبقى عالية بتيجي ارباح من الاعلانات، اليوتيوب بياخد 40%. يبقى اللي يهم اليوتيوب ايه؟ ان اللي يخش على الفيديو بتاعك ناس كتير عشان تحقق انت الربح، هو يطلع النسبة بتاعته. فاليوتيوب مش بيقترح الفيديو الافضل، بيقترح الفيديو اللي المشاهد بيقعد فيه اطول فترة ممكنة. والسؤال بقى ده يا استاذ ابراهيم مهم جدا، لان كتير من اليوتيوبر الموجودين على اليوتيوب ومن ضمنهم انا كمان مش لاقي له حل بصراحه. ازاي يقدر صانع المحتوى ان هو يحافظ على حماسه والاستمراريه اللي موجوده عنده لما المشاهدات بتاعته بتقل، او في بعض الاحيان كده بيحس بالاحباط؟ ده سؤال مهم جدا، لان اغلب صناع المحتوى بيمروا بالمرحلة دي، واللي يعرف يتخطاها هو اللي بيكمل وبيوصل. خليني اقول لك عن اقوى طرق عملية تخليك تحافظ على حماسك حتى لو المشاهدات قلت. اربط حماسك بالتطور مش بالمشاهدات. ما تخليش دايما رقم او عدد المشاهدات هو اللي مأثر عليك. اسأل نفسك كل فيديو، اتعلمت ايه جديد؟ حسنت ايه عن الفيديو اللي قبله؟ مقدمتك بقت اقوى؟ الصورة والعنوان افضل؟ مجرد انك بتتطور او بتطور من فيديوهاتك ده سبب كافي يخليك تستمر. بص على المشاهدات صح. انخفاض المشاهدات ده مش معناه فشل، ده عبارة عن مجرد إشارة إنك محتاج تغير حاجة بسيطة بس. محتاج تغير عنوان جديد، تغير أول 10 ثواني عشان تغيرها تقدر تجذب المشاهد إنه يقعد، تقدم فكرة جديدة بس. المشاهدات عمرها ما كانت فشل، انخفاضها يعني مش فشل، دي مجرد رسالة. اعرف إن الملل الطبيعي، إن الملل النفسي ده شيء طبيعي، وعلى فكرة أكبر اليوتيوبرز بيمروا بده. يوم حماس اشتغل، يوم محبط اشتغل، يوم ما فيش مشاهدات كمل. المحترفين بيكملوا رغم نفسيتهم مش بسبب نفسيتهم. اعمل خطة نشر ثابتة. لما بتداوم دايما وبتعتبر كده ان الفيديوهات بتاعتك بتنزل في اوقات ثابتة، انت ده روتين انت بتتعود عليه، فده بتخلي الحماس دايما موجود عندك. ولازم تعرفوا ان موضوع النفسية ده بيمر بيه كل الناس، ده شيء طبيعي، كلنا بشر بنمر بالنفسيات. لكن انا عود نفسي روتين كل يوم، خلاص لا احباط ولا فشل. انا متعود زي يعني انا لو محبط هبطل اروح شغلي؟ ما هترفد لو ما روحتش. انا لو نفسيتي زي الزفت هبطل اراعي ولادي هي انتوا فاهمين الفكره ايه؟ فانتوا عودوا نفسكم دايما على روتين معين، هتلاقوا الحماس دايما موجود، وهتلاقوا مفيش حاجه اسمها احباط. دايما فكروا نفسكم انتوا ليه بداتوا؟ ليه بدات انت في فتحه قناه؟ بدات عشان تساعد الناس؟ بدات عشان تسيب بصمه؟ ولا عايز تبقى مؤثر؟ بدأت عشان عايز تنجح، عشان عايز تحقق طموحك؟ طول ما انت بتسأل نفسك الأسئلة دي وبتذكر نفسك بيها، الحماس هيفضل موجود، مش هيبقى في حاجة اسمها إحباط. الخلاصة إن الحماس مش دايم، لكن النظام والتجربة وتطور شغلك هم اللي هيخلوك فوق. المشاهدة بتطلع وتنزل، لكن انت لو ثابت صدقني هتبقى أحسن من ناس كتير عدد المشاهدات عندهم أضعاف مشاهداتك دلوقتي. دايما خلي فيه نظام، فيه تجربة، دايما طور من شغلك. انا اسف ان انا طولت على حضرتك يا استاذ ابراهيم في الاسئله، بس انا هسال حضرتك اخر سؤال بقى ان شاء الله، والسؤال ده انا متاكد ان هو هيكون اختصار لكل اجوبه الاسئله اللي فاتت. انا هسال حضرتك يا استاذ ابراهيم السؤال ده لانه سؤال مهم جدا. كل الناس حابه، او كل اي حد جديد عايز يفتح قناه حابب ان هو يعرف اجابه السؤال ده. ايه اكتر حاجه يا استاذ ابراهيم، يعني مثلا في ولد او بنت حابين ان هم يفتحوا قناه جديده على اليوتيوب، ايه اكتر 3 نصايح تقدر تقدمها لهم عشان يقدروا يبداوا صح ويوصلوا للنجاح بطريقه صح؟ 3 نصايح يا استاذ محمد. حاضر. في 3 نصايح مهمين جدا لو اهتم صانع المحتوى اللي لسه بادئ، هتوفر عليه شهور كتير ممكن تضيع لحد ما يوصل لنجاحه. ركز على اول 30 فيديو، مش على اول فيديو بس. اللي بيفشل بسرعة اللي بيعامل اول فيديو له على انه امتحان حياة او موت. لا، اول 30 فيديو دول هم مرحلة التجربة والتعلم. بتجرب، بتشوف افكار جديده، بتغير العنوان مره واثنين وثلاثه والصوره المصغره، بتشوف المحتوى بتاعك جذب الناس ولا لا، بتشوف اول 10 ثواني من الفيديوهات بتاعتك، وهكذا.
ركزوا على اول 30 فيديو. تاني نصيحة، اعمل محتوى للمشاهد مش لنفسك. اكبر غلطة بيعملها المبتدئين ان هم بيعملوا اللي بيحبوه مش اللي الجمهور او المشاهدين عايزينه بيدوروا عليه. خلي بالكم من ده. تالت نصيحة، اهتم بالصورة المصغرة والعنوان اكتر من الاضاءة والمونتاج. ما هو المشاهد مش هيخش على الفيديو لو كان المحتوى ممتاز الا لما يضغط على الفيديو بتاع حضرتك. ايه اللي هيلفت نظره؟ الصورة المصغرة والعنوان. الصورة زائد العنوان بيساووا نجاحك. في نهاية الفيديو اتمنى تكونوا استفدتوا منه. بشكر قناة يبقى الاثر مع محمد والهام. الف شكر على اسئلتك يا استاذ محمد، واسفين للاطاله. مده الفيديو طولت قوي، لكن كان لازم اجاوب على اسئله الاستاذ محمد، وانا واثق ان معظمكم كان عنده الاسئله دي وكان عايز يعرفها ويستفسر عنها. اشوفكم في فيديو تاني من فيديوهاتنا التحفيزيه مع برنس البيت الكبير. سلام.